ازيكم كل متابعين قصة فيلم؟ معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي الأول وجهزوا شوب القهوة التمام ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة بسفاح وهو بيراقب بنت في بيتها، وشغلت البنت موسيقى عالية بس حست بحد وراها، وبيطلع حبيبها إيريك من الحمام، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي مكتوب على الإزاز بالدم يور نيكست، وبيشوف جثة البنت مقتولة فبيترعب، وبيجي من وراه سفاح لابس ماسك حيوان وبيقتله. وبعدها بيجوا جيران إيريك المقتول أونج ومعاه مراته أوبي، وبيسكنوا بيتهم اللي شارينه قريب، بس الغريب ان لقى ابوه الباب مفتوح. وبيجي في الطريق كريسبن ابنهم ومعاه حبيبته إيريك، وسألته عن شغل ابوه وبيقول لها انه على المعاش، وانه كان شغال في شركة KGB بتاعة مقاولات الجيش، فبتعرف انهم اغنياء جدا. وكانت أوبي بتنظف الشقة لكنها بتسمع صوت جاي من الدور اللي فوق، ولكن لقت بول طالع من البدروم فعرفت ان في حد في البيت، وبتقول له يلا نجري بسرعة، فبيقول لها انه هيطلع يشوف في ايه، وبيطلعها بره البيت وبياخد في ايده عصاية. ولما دور فعلا سمع صوت جاي من أوضة صغيرة، فبيفتحها لكنه بيتفاجئ بكريسبن وراه فبيتخض. فبيسألوا كريسبن عن أمه وبينزلوا لها، لكن الأوضة فعلا كان فيها حد، وبيطمن بول أوبي وبيدخلوا البيت تاني. وبيقول كريسبن لابن إن أخواته جايين بكرة عشان عيد جواز أبوهم وأمهم، فبتقول له إنهم عيلة محظوظة بيه. وبتروح أمهم على المطبخ تاخد دواء عشان عيانة، وبنلاحظ إن في سفاح بيراقبها من بعيد. وتاني يوم بيصحى كريسبن لقى أخوه ديريك جه ومعاه صاحبته كيني، بس كان واضح إن ديريك وكريسبن مش حابين بعض. وبتروح إيرين تعزم على أوبي إنها تساعدها، فطلبت منها إنها تجيب لبن من عند جارهم إيريك، فراحت إيرين ومعاها الكاميرا بتاعتها وصورت ديريك وكريسبن مع أبوهم. وبتروح ديريك تشوف كيري، وبيسأل بول كريستين عن شغله في الجامعة، وقال له إنه مش كويس لأن الطلبة كتير. وبتسأل كيري ديريك عن إيرين عشان مش مرتاحة لها، وبيقول لها إن شكلها طالبة عنده. وراحت إيرين لإيريك اللي مقتول، وكانت الموسيقى شغالة بصوت عالي، وبتفضل تخبط لكن محدش بيرد عليها، وبترجع البيت تاني. وبالليل بتيجي بنتهم إني وصاحبها طارق واخوهم الرابع فيليكس وصاحبته زوي، ودخلوا يسلموا كلهم على بعض، وشكرتهم امهم انهم اجتمعوا عشان يحتفلوا بيهم. وبيقول بول صلاة شكر قبل الاكل، فبيزود ديريك شكر لابوه وامه، وبيتغاظ كريسبن. وبيسال ديريك طارق عن شغله، فقال له انه منتج افلام، وبيفضل يساله اسئله كتير وبيناقشه، لكن طارق كان لسه مبتدئ ومحرج جدا من اسئله ديريك السخيفه. وبعدها سال ايرين عن شغلها، فقالت له انها طالبه في الماجستير في اخر سنه، وسالها انت تلميذه عند كريسبن، فقال له كريسبن انها كانت عندي طالبه واتخرجت ودرست طب، فبيتريق ديريك عليه وبيتخاص كريسبن اكتر، وفضل يتخانق معاه وقال له انت مغرور علينا بسبب مستواك العالي. لكن بيوم طارق بعد ما شاف حاجه غريبه وبيقرب من الشباك، لكن فجاه الازاز بيتكسر وبياخد سهم في راسه، فبيصرخوا كلهم من الصدمه. وجري فيليكس وزوي وضرب السفاح سهم تاني عشوائي. وحاولت ايرين تهدي ايمي عشان بتعيط على طارق ومنهاره. وبيقع بول بعد ما داس على الازاز المكسور، وطلعت اوبي فوق ومعاها ديريك، وبيحاول يشدها عند الشباك لكن السهم جه في ظهره. فبيطلع فيليكس الموبايل يتصل على حد ينقذهم، لكن ما بيلاقيش شبكه، وبيستغرب بول ان الشبكه موجوده طول اليوم، فبيرد عليه بكل برود وبيقول له عادي جهاز بسيط بيشوش على الشبكه. فبيزعق له ديريك على بروده في الكلام. وحاولت ايرين انها تخليهم يعدوا الجنب التاني من الاوضه، وخلتهم يغطوا نفسهم بكراسي السفره، وفعلا بينجحوا ان هم يعدوا، بس بتضرب كرسيها بالسهم وبتجري. وبيحاولوا ان هم يشيلوا السهم من ظهر ديريك، فبيتألم جدا وما بيستحملش كريسبن المنظر، وبيدوا لديريك مسكن عشان يتحمل الالم. وبتمسك ايرين حديده وبتقفل الباب مع بول، وبيقترح فيليكس حد يخرج يطلب المساعده، لكن اوبي رفضت وفضلت تعيط، وقال لها ان هي دي الطريقه الوحيده عشان حد يساعدنا. وبيفكروا مين اسرع واحد فيهم بيجري، ويختاروا ايمي، وبيفتحوا الباب وبتجري باقصى سرعه، لكن بيكون فيه خيط حاد ملفوف حوالين البيت، ودبح ايمي وماتت. وبينهاروا كلهم وخصوصا امها. وبتجري ايرين على فوق عشان تجيب موبايلها، وبيجري كريسبن وراها، وبعتت رساله للبوليس تشرح لهم وضعهم، وبتقول ان لازم نقفل كل الابواب والشبابيك. فقال لها كريسبن ان اول مره اشوفك بتتصرفي كده، فقالت له ان ده موقف استثنائي، وبيتفقوا يطلعوا يستنجدوا باي حد من شباك الدور اللي فوق. وبيهدي بول مراته وقال لها انه هينزل يطمن على الاولاد. وبتفضل اوبي انها تعيط على بنتها، وبيظهر من تحت سريرها سفاح تاني لابس وش ثعلب وبيقتلها وهي بتصرخ. ولما بيسمعوا صوتها بيجروا عليها ما عدا ايرين اللي كانت بتقفل الشبابيك، وبيهاجمها سفاح تاني من الشباك لابس وش كلب، لكنها بتضربه بسكينه في وشه. وعند اوبي لقوها مقتوله ومكتوب على الحيطه بدمها يور نيكست، والكل بيبقى مصدوم ومش عارف مين اللي بيعمل فيهم كده. وراحت كيري تقفل الشباك، لكن بتبص تحت السرير لقت السفاح في وشها، فبتترعب وجريت على بره. وجري وراها ديريك، لكن الخيط اللي بره شبك في السهم اللي كان في ظهره، فشال ديريك عصايه السهم، والراس فضلت جوه واغمى عليه في ساعتها. فاخدوه لجوه، وقال لهم كريسبن انه هيروح يجيب العربيه ويجي ياخدهم كلهم. وبتوصل كيري وهي مرعوبه من السفاح اللي بيجري وراها، وبتفضل تخبط عليه فكرام طنشها وما تعرفش انه ميت، ولكن بيخبطها السفاح في الازاز وبيكسره، وبتقع على الازاز وبتتألم، وجاب آلة حاده وضربها على راسها لحد ما ماتت. وبيقول فيليكس ما اعتقدش ان في عربيات شغاله بره، تعالوا ننزل الجراج. فقال له انه ممكن يكب علينا بنزين ونبقى تحت رحمه عود كبريت، وبخاف يكون في حد موجود في اوضه اوبي. فقالت له ايرين هنفضل هنا ونقفل كل الشبابيك بالخشب لحد ما الشرطه تيجي. وبيجي سفاح بوش نمر وبيحدف على الازاز جثه كيري وبيحاول يقتل ايرين، لكن قتلته هي بوحشيه بآلة حاده. وشالت الماسك وسالت فيليكس لو يعرف الشخص ده، وبيرد يقول لها لا،
وبيطلع بول بالسكينه يدور على السفاح فوق، وبيلاقي في الاوضه اللي مدورش فيها اثار لحد كان ساكن فيها. وبيجي له فيليكس وزوي وبيقولوا له على الاوضه ان الموضوع شكله كان مترتب مش مجرد قتل عشوائي. وبيجي السفاح بوش ثعلب وذبح بول قدام ابنه، وفضل بول يستنجد بيه لكنه بيزقه بقرف. وساعتها بنعرف ان فيليكس وزوي هم اللي ورا كل ده. ونزلت ايرين البدروم عشان تدور على خشب ومسامير، وبيدخل البيت السفاح اللي كان بينشف بالاسهم ولابس وش خروف، وبيلاقي جثه اخوه قدامه وبيفضل يعيط عليه وراح ينتقم من اللي قتله. فبيلاقي ديريك صحي ووقف قدامه، لكن انقذته ايرين وضربت السفاح بالمفك. فبيهرب بره وقفلت الباب وراه، وسالت ديريك عن كيري وقالت له انها مش عارفه راحت فين. وبنشوف فيليكس وزوي وهم متضايقين لما عرفوا ان ايرين ضربت السفاح بالمفك، وقالت لهم ان اعتقد ان اللي فاضل منهم 2. وسالتهم عن بول فقالوا له ان هو مستريح فوق، فقالت لهم يروحوا يجيبوا باقي الخشب والمسامير. وراحت مع زوي تعلمها ازاي تعمل فخ للسفاحين. وبتسالها زوي انت اتعلمت الكلام ده كله فين؟ فقالت لها ان ابوها علمها تعتمد على نفسها لانه كان معتقد ان موارد العالم هتخلص في يوم من الايام. فبيقول ديريك لفيليكس في البدروم انه عاوز يروح ينقذ كيري، فقال له ان كيري ماتت وان جثتها على الارض بره البيت. فبيتصدم ديريك وفضل يعيط وبيزعق له علشان يسكت، ولكن فيليكس بدل ما يسكت مسك مفك وضرب اخوه ببطنه. وبص له ديريك وهو مصدوم، فبيعتذر له فيليكس وضربه بادوات كتير عشان يموت. وبتحط ايرين الفخ قدام الباب وبتحاول زوي تقتلها لكن ما لحقتش. وطلعت ايرين لفوق وفتحت زوي باب الشقه ولقت ايرين جثه بول، وطلع لها السفاح الثعلب لكن نطت من الشباك ووقعت على الازاز واتصابت. فجرت على الجنينه تستخبى ووصلت عند شجره وطلعت الازاز من جسمها، لكن بتبص قدامها لقت المفك اللي ضربت بيه السفاح، وده معناه انه موجود جنبها. وفعلا نشر عليها بسهم، لكن عرفت انها تهرب لجوه البيت وقفلت عليها. ودخل وراها البيت لكن نط على الفخ ودخل المسامير في رجله وفضل يصرخ. وقال السفاح الثعلب لفيليكس هيروح يشوف في ايه. فقال له فيليكس انا هدفع لكم فلوس كتير على العمليه دي، ازاي حته بنت مش قادرين عليها؟ وسمعتهم ايريك بيتكلموا، وزوي كانت بتهدي فيليكس وطلبت منه انه يعمل معاها علاقه جنب جثه امه. فبيتضايق منها وبيسيبها وبيمشي. وخرج السفاح المسمار من رجليه وقال له فيليكس بلاش دمك يبقى هنا، وقال له ان دي غلطتك. فقال له فيليكس انا بسبب اهمالكم اضطريت ان اقتل اخويا وده شغلكم، والمره دي بتسمعوا ايرين. فاتخانق السفاح مع فيليكس وقال له طب بالنسبه لاخويا اللي مرمي بره، وقال له انا ما اعرفش ان اخوه. وهجم عليه السفاح وقال له اديني سبب واحد يمنعني ان اقتلك. فبيقول له ان لو قتلتني مش هتاخد فلوسك، وقال له انه هيديله $500,000 بس بعد ما اورث. وبتيجي رساله لايرين من البوليس انهم في الطريق، لكن سمعوا كلهم صوت الرساله. فراح لها السفاح بوش الثعلب على البدروم لكنها ضربته وجريت بره البيت. فجروا كلهم وراها بره، فنطت من الشباك لتاني جوه البيت ومحدش شافها. ولكن السفاح بوش خروف سمع صوت جوه البيت وحس انها رجعت تاني، ولكنه بيتفاجئ بيها وبتضربه وبيموت. وراحت تعمل فخ جديد وجابت طوبه وبلطه وحبل وربطتهم مع بعض عند الباب عشان اللي يدخل يموت. وبيدي السفاح مسدس السهم لفيليكس وبيروح هو يدور عليها جوه. وقفل فيليكس جهاز التشويش من العربيه واخد المطوه بتاعته معاه. وحست ايرين بالسفاح فهربت من البدروم وكسرت كل الانوار وحطت الكاميرا بتاعتها عشان تصور كل حاجه. ودخل السفاح وراها وعرفت انها تقتله اول ما شافته بنور الكاميرا. وضرب عليها فيليكس سهم لكنه ما جاش فيها، فبتجري انها تستخبى في المطبخ ودخل وراها هو وزوي. لكن ايرين ضربتها وكبت ميه سخنه على فيليكس، بس قدر انه يقاوم وضربها بالسكينه في كتفها. فضربته بالخلاط على راسه ووقع وقتلته. وقتلت زوي واخدت موبايل فيليكس من جيبه. وساعتها اتصدمت لما اتصل كريسبين بفيليكس وساله خلصت ولا لا، وقال له انه عارف انه زعلان عشان ما ساعدهمش، بس انت عارف اني مسالم وما اقدرش اشوف دم. ودخل من الشباك لقى ايرين في وشه وخاف، وقالت له انها مش مصدقه انك مشترك في كل ده، وقالها انت عارفه انه ما معوش فلوس وانهم نفسهم ان هم يورثوا. ولما سالها عن فيليكس وزوي عرف انها قتلتهم، وقال لها خلاص قريب هناخد الميراث ونقسمه ونتجوز وانت تدرسي اللي انت عاوزاه. وقرب منها عشان يقنعها فضربته بالمطوه في رقبته ومات. ومن بعيد ضربها الظابط طلقه في كتفها ودخل البيت، فنزلت عليه البلطه وقتلته. وعاشت ايرين باعجوبه. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك. هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.